إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة الصف السادس إعدادي. اليوم عندنا شرح لموضوع الإف الشرطية الحالة الثالثة. إف ثيرد كونديشنال تعبر عن شيء حقيقي في الماضي ولم يتحقق، شيء حقيقي في الماضي لكن هذا الشيء ما تحقق. عندما نذكر اسم الشرط أو موضوع الشرط دائما خلي يخطر ببالنا عندنا جملتين، واحدة عندنا جملة الشرط اللي تتكون من إف، والجملة الثانية هي جملة جواب الشرط. هنا عندنا جملة الشرط شرط من شروطها لازم يكون زمن جملة الشرط هو في الماضي التام، في الماضي التام اللي هو هذا زائد التصريف ثالث للفعل الرئيسي. أما الجملة الثانية جملة جواب الشرط لازم يكون زمنها المستقبل التام في الماضي، مستقبل تام وأيضا في الماضي. إذا في الجملتين الفعل الرئيسي هنا وهنا راح يكون هو التصريف الثالث للفعل، يعني الصيغة الثالثة للفعل. هنا الجملة راح تكون إف زائد الفاعل زائد هاد، وقبل الفعل الرئيسي خلي هاد، وإنه الفعل الرئيسي لازم يكون بصيغة التصريف الثالث وكومبلمنت اللي هي التكملة. انتهت جملة إف لأنه وجد في بداية الكلام، خلينا الفاعل بعد ما انتهت جملة إف. بدينا الجملة الثانية اللي هي جملة جواب الشرط اللي تتكون من فاعل، فعل مساعد would أو could أو might زائد have، وأيضا تصريف ثالث الفعل الرئيسي وتكملة. هنا الجملة اجت في بداية الكلام فصلت بينات فارزة والنوع بين الجملة جواب الشرط. بعض الأحيان تجي جملة جواب الشرط وين تكون في بداية الكلام، بهالحالة راح تكون جملة الشرط هي الجملة الثانية، لكن راح تنحذف الفارزة، ما راح تكون عندي فارزة. هاي جملة الشرط وهاي جملة جواب الشرط. قبل ما نبدأ نحل الأمثلة عندنا ملاحظات لازم نقول عليها. الملاحظة الأولى جملة إف وما بعدها راح تكون بزمن الماضي التام. إذا جملة إف واللي بعد لازم يكون بزمن ماضي تام. هاي جملة إف فاعل هاد وتصريف ثالث الفعل الرئيسي، هاي هي صيغة الماضي التام. ثانيا النفي في جملة الشرط شو يكون؟ الهاد اللي موجود هنا صيغة هاد إذا لقينا نوت قبل الفعل الرئيسي. ثالثا النفي في جملة جواب الشرط، النفي إذا عندي في جملة جواب الشرط راح تكون بهذا الشكل. هاي جملة جواب الشرط would could might شو يصير فيها؟ wouldn't couldn't أو might not. واضح؟ وتكمل الجملة اللي هي هاد زائد تصريف ثالث الفعل والتكملة. رابعا السؤال يصعب، السؤال دائما نصيغه موضوع الشرط بجملة جواب الشرط، يعني دائما نصيغ الجملة مو جملة إف، نصيغ بالجملة الثانية اللي هي جملة جواب الشرط. السؤال اللي صار تقديم الفعل المساعد الموجود بجملة جواب الشرط اللي هو would أو could أو might عين على الفاعل. هذا الwould هاي could وهاي might قدمها عين خليها قبل الفاعل ونكمل الجملة مثل ما هي ونخلي علامة سؤال بالأخير. إذا جاء فعل الكينونة بي، فعل الكينونة بي إذا جاء في أي من الجملتين جملة الشرط أو جملة جواب الشرط، شو راح يكون فعل الكينونة؟ يتحول من بي إلى بي في كلا الجملتين، راح نحوله إلى بي في كلا الجملتين، والسبب هو الهاد تريد تصريف ثالث، والبي تصريف ثالث مالته هو بي، والهاد تريد تصريف ثالث، والتصريف الثالث مال البي أيضا هو بي. هسه نجعل الأمثلة حتى نحلل. If I meet him, I tell him the truth. Third condition أو third condition. هنا المطلب هو أعطاك إياه أو مباشرة أعطاك إياه third condition. ليش؟ لأن عندنا شرطين ناقص اللي هو الفعل في جملة الشرط والفعل في جملة جواب الشرط. موضوع عندي فعلين به النقص إذا ما نعطينا أي مفتاح للإجابة، فنحدد مباشرة بمن؟ بالحالة الثالثة، نحلها بالحالة الثالثة. المفتاح اللي هو الإجابة الوحيد إف. بما أنه إف موجودة فعرفت جملة الشرط نزلت مثل ما هي. أرجع القاعدة إف بعدها فاعل، فاعل موجود آي، إف آي. بعد الآي لازم يكون عندي هاد، هنا ما موجود هاد، هذا فعل رئيسي اللي هو هذا المفروض يصير بصيغة التصريف، أخلي قبله شنو؟ هاد. واضح طلاب؟ خلينا من هاد قبل الفعل الرئيسي. والميت شو يصير؟ الميت يكون
met. If I had met. الميت هو الفعل شرط وليس قياسي. ونكمل الجملة هنا. وصلنا للجملة I tell. أيضا هنا عندي نقص بما أن هذه الثلاثة عرفنا جملة if ما عندنا مشكلة بها. سويناها بزمن الماضي التام. إذا الجملة جواب الشرط لازم تكون المستقبل التام في الماضي. وتكون بهذا الشكل. إما will أو could أو might. الفاعل موجود الفاعل نقول I. زين بعد شنو؟ will. اختارينا will I will. ورا will مو كلمة كملة بس واحدة. I will have. ورا have أرجع للفعل. التال شو يكون؟ راح يكون told. واضح لا؟ I will have told him the truth. طبعا دائما المطلب هو يكون بتغيير صيغة الفعل الرئيسي. اما تكون يعطيك يعني الشرطية اللي لازم تستخدمها او يقول لك correct المطلب او يقول لك correct the form of the verb يعني صحح صيغة الفعل. هذا البيرسون هو دائما فعل رئيسي. واضح؟ والفعل الرئيسي بهاي الحالة اللي هو الفعل لازم يكون بصيغة التصريف الثالث. واضح؟ وما يكون بهاي الصيغة الا اللي قبله without أو might وهاف وتصريف ثالث أو هاد ونوع أيضا التصريف الثالث للفعل. نجي على المثال الثاني. I might have died. I might have died if I eat all the food. هنا المطلب شنو؟ فقط نعطيك المطلب correct. فقط صحيح. ليش نعطي correct؟ لأن نعطيه هو مفتاح للإجابة. مباشرة نعرف هاي الحالة الثالثة من خلال شنو؟ من خلال المايت والهاف والدايت اللي هو التصريف الثالث للفعل. هاي جملة جواب الشرط ولا لا؟ هاي جملة جواب الشرط اجت في بداية الكلام. واضح؟ فجملة جواب الشرط ممكن تأتي في بداية الكلام. راح نجاوب. هاي جملة مثل ما هي. if وصلنا إلى if. الآي هو الفاعل. فاعل زائد هاد زائد التصريف الثالث. هاد ما موجود عندي بس الفعل موجود عندي لازم يكون بصيغه التصريف الثالث. نخلي هاد قبله والايت يصير eaten وتكمل الجمله مثل ما هي. اذا الايت الفعل الرئيسي ايت حولته الى تصريف ثالث وخليت قبله هاد لان زمن جمله الشرط لازم يكون في الماضي التام. عندنا مجموعة أخرى من الأمثلة حول الموضوع في الشرطية الحالة الثالثة اللي هي third condition. المثال الأول if I be there last night I would have told him. if I be there فرضنا أكيد last night I would have told him. هنا عندي أول ما أبدأ أريد الإجابة أحدد أن جملة if اجت في بداية الكلام والجملة الثانية جملة جواب الشرط تكون هي الجملة الثانية هاي كون. إذا الجملة جواب الشرط اجت بالأخير. بهذا الجملة جواب الشرط ما عنده أي نقص. هنا عندي will وهاف وكون. هاي صيغة فيها will وهاف والتصريف الثالث فقط الحالة الثالثة. إذا هاي الحالة الثالثة مباشرة راح أعرف. جملة جواب الشرط كاملة ما بها مشكلة اللي هي المستقبل التام في الماضي. أما جملة الشرط لازم تكون في زمن الماضي التام. عندي فعل الكينونة بي يجي في جملة الشرط. شو يتحول؟ نجي على الملاحظة اللي موجودة عندنا. إذا جاء فعل الكينونة بي يتحول إلى شنو؟ إلى بي في كلا الجملتين. أي جملتين إذا جاء بي إذا جاء بي لازم يتحول إلى بي. أنزله بي. زين. أنا شرط من شروط في شرطين. الحالة الثالثة لازم تكون جملة إف بزمن الماضي التام. وهاي مو صيغة ماضي تام. فالماضي التام لازم يكون هاد زائد التصريف ذات الفعل. فشو أخلي هاد قبل بي حتى يكون عندي صيغة الماضي التام في جملة الشرط. انتهت الإجابة عن هذا المثال. طبعا اللي يساعدني في الإجابة عن هذا المثال اللي هي شنو؟ جملة جواب الشرط اللي تكون من الود زائد ها وتصريف الثالث فعل اللي هو كل ذات الفعل قياسي. انتهى بالإيدي يصير التصريف الثالث. زين. مثال آخر. What you do if nobody had come to rescue you. هذا المثال
من نقرأ what you do if nobody had come to rescue you. عندي في نهاية الجملة علامة استفهام اللي هي question mark. إذن هذا المطلوب من عندي أكون سؤال. لتكوين السؤال دائما يتكون السؤال في جملة جواب الشرط. السؤال صار بترتيب الود والكود والمايت تعليما على الفاعل. إذا لازم أقدم would وكود ومايت على الفاعل. هنا أنا ما عندي لا would ولا كود ولا مايت. إذا لازم أحل وأجيب would وكود أو مايت من عندي وأكمل الجملة بصيغة السؤال. هنا شنو اللي يساعدني؟ هنا عندي جملة if اللي هي الجملة الثانية. بجد بها زمن بزمن الماضي التام من خلال الهاد والتصريف الثالث للفعل come. فالإجابة تكون بهذا الشكل. تنزل أداة السؤال what أجيب من عندي what شو أجيب would لأن احنا قلنا نقدم الwould علما على الفاعل. الفاعل هو من هو؟ اليو والفعل الرئيسي هو الدو. دائما إذا عندي سؤال يخلي لك الفاعل والفعل الرئيسي بين قوسين. الفاعل يكون في البداية والفعل الرئيسي يكون هو ثاني واحد. what would you أنزل الفاعل what would you بعد شنو؟ اللي قلنا نقدم بس نقدم الود أو الكود علما على الفاعل ونكمل الجملة. ها موجودة عندي هنا؟ ما موجودة. لازم أيضا أجيبها من عندي. what would you have ونفس شنو؟ التصريف الثالث. التصريف الثالث منه هو الفعل هنا do أنزله done. what would you have done if nobody came to rescue you علامة استفهام. أعد. what would you do if nobody had come to rescue you وquestion mark بالأخير يعني عندي السؤال. للسؤال دائما يصاب بجملة جواب الشرط. جملة الشرط كاملة ما عندي مشكلة فيها. تتكون من زمن الماضي التام اللي هي had والتصريف الثالث للفعل. المشكلة وين عندي؟ في جملة جواب الشرط اللي هي جت في البداية هنا. أداة السؤال ما عندي مشكلة فيها أنزلها. لكن إذا عندي سؤال دائما يصاب بتقديم منه نقدم would أو could أو might علما على الفاعل. في الغالب احنا نستخدم would. هنا شنو؟ ما موجودة would. أنزل would من عندي أجيبها. هذا الفاعل خليها قبل. نزلتها خليتها قبل الفاعل اللي هو you. بعد شنو؟ لازم يكون عندي have. جبت have من عندي. بعدها شنو؟ لازم تصير فعل رئيسي. لازم اكو فعل رئيسي. الفعل الرئيسي هو الدو. سويته done وكملت الجمله مثل ما هي. هذا بالنسبه للمثال الثاني. المثال الاخير if you not renew your passport last month you wouldn't have been allowed to travel. لو ما كنت جددت جوازك بالشهر الماضي ما كنت تستطيع الذهاب او ما كان مسموح لك بالسفر. هنا الجمله اجت في بدايه الكلام والمطلب موجود بها شنو؟ نوت يعني نفي والفعل الرئيسي اللي هو رنو. وكمل من جمله الشرط. هاي الفرازه انتهت. بدات جمله جواب الشرط يو فاعل wouldn't have been allowed. يا صيغه او يا اف يا حاله شرط بها would زائد have والتصريف الثالث للفعل الرئيسي اللي هي فقط الحاله الثالثه اللي هي would وهاف والتصريف الثالث. would have والتصريف الثالث للفعل الرئيسي. هاي الحاله الثالثه. من اريد اجاوب اقول جمله if لازم تكون جازمه زمن الماضي التام. if you had عندنا في هنا تصير had. زين قبل ما نحل النفي في جملة الشرط يكون hadn't. إذا عندنا نفي في جملة الشرط تكون شنو صيغتها؟ hadn't أو had not. فهنا النفي راح يكون hadn't. نجيب had من عندنا ونسويها نفي لأن عندنا not والرنيو شو يصير؟ renewed. هذا فعل قياسي فقط أثناء الإيدي يصير التصريف الثالث للفعل. إذا النقص هو فقط في جملة الشرط لازم تكون نفي وايضا شنو؟ بزمن الماضي تاعنا. خلينا hadn't والفعل الرئيسي رينيو وسوينا رينيو وكملنا الجمله مثل ما هي. طبعا صيغه السؤال تكون put the verb in the correct form. ضع الفعل الرئيسي او ضع الفعل بالصيغه الصحيحه. put the verb in the correct form. هذا جميع ما يخص في الشرطيه الحاله